ما تيجي نعمل صينيتين سمك بلطي قمر كده. تعالي بقى لو حابه تعزمي على سمك انا هريحك، بس في الاول كده ما تنسيش اللايك والاشتراك لو اول مره تشوف القناه بتاعتي. اوعي بقى الجرس ما تفعلهوش عشان يوصلك كل اشعار لكل حاجه انا بنزلها. السمك النهارده يجنن، طعمه تحفه وريحته قمر. ده انا اكلت سمكيه وانا واقفه بدوق كده من جمالها والكل قاعد مستني. يلا بقى نشوف الطريقه مع بعض. هنجيب بقى السمك بتاعنا، ده سمك بلطي. هننضفه كويس جدا من بره ومن جوه. وطبعا لو انتي مش هتقدري تنضفيه في البيت ممكن تنضفيه عند السماك، او اللي انتي يعني تشتري من عنده السمك ممكن تنضفيه هناك. جبته كده وغسلته كويس جدا من بره ومن جوه، ما خليتش فيه اي حاجه خالص، ونقعته في ميه وملح وليمون. بعد كده بقى هنروح نعمل الخلطه بتاعته او الحشوه اللي احنا هنحشيه بيها. معايا هنا بقى بصلايه حلوه وكمان طماطمايه كده وقرنين فلفل وكم فص كده من الثوم. هنحطهم بقى في الكبه وهنضربهم ضرب ناعم خالص. عايزينه كده يكون ضرب ناعم علشان يتشرب كده السمك كله من التتبيله الحلوه دي. هنضربهم كده لحد ما ينعموا معانا. انا مش عامله 3 سمكات دول بس، يعني انا عامله كميه حوالي 2 كيلو ونص سمك او 3 كيلو سمك. تمام. هنضيف بقى على التتبيله الحلوه دي معلقه كبيره كده من الصلصه وكمان جزريه مبشوره ناعم، وهنظبط الملح بتاعنا وهنحط حبه كركم كده وكمان فلفل اسود وكمون وكزبره وكمان بابريكا. هنقلبهم كده مع بعض، وبعد كده بقى هنضيف عليهم نص كده فنجان من عصير الليمون وكمان نص فنجان كده من الزيت. وهنقلب برضو كده شوية، وهضيف لها برضو نص فنجان كده من الخل، حبة خل كده حلوين. وهنقلب بقى كده التتبيلة بتاعتنا، وبعد كده هنتبل السمك بتاعنا. بس قبل ما نتبل السمك هنفتحه كده كويس علشان يتشرب كده من التتبيلة الحلوة اللي احنا عاملينها. هنفتحه كده من الناحيتين او الجنبين بالشكل ده كده، او ننغزه كده بالسكينه. حاولي برضو تتبلي السمك من قبلها بيوم او قبلها بليله او اقل حاجه. يعني لو انتي هتعمليها تعمليها بقى من الصبح بدري خالص، تتبليها كده وتسيبيها كده منقوعه في التتبيله الحلوه دي علشان تشرب كويس ويعني تاخد الطعم الحلو كده بتاع التتبيله. هنحط بقى التتبيله بتاعتنا كده في السمكيه كده من جوه ومن بره وكمان في الفتحات اللي احنا فتحناها دي. هنحاول ان احنا نحشيها كلها، وكمان كده عند الراس بتاعتها برضو نحاول ان احنا ندخل كده التتبيله دي في كل حته كده في السمكيه. تبلت بقى كده كل السمك اللي معايا وهسيبه بقى ليله كامله كده في التلاجة. هسيبه بقى منقوع كده في التتبيله الحلوه دي. تاني يوم بقى هنيجي بقى نقطع الخضار بتاعنا عشان نعمل كده صينيه سمك كده حلوه غنيه بالخضار. هنجيب بقى بصلايتين كده نقطعهم كده شرايح صغيره خالص رفيعه، وكمان هنقطع برضو بطاطس شرايح صغيره خالص يعني رفيعه، سمكها رفيع خالص. والجزر كمان نفس الكلام علشان يستووا معانا بسرعه. وكمان قطعت كده فلفل حامي وفلفل رومي، وكمان طماطم قطعته كده شرايح وقطعت كده مكعبات. وهنحط لها بقى التوابل بتاعتنا، فلفل اسود وملح وكمون وكزبره. وكمان هنا هنيجي نظبط الملح، هنحط كده رشة ملح كده علشان نتبل الخضار بتاعنا كويس. وهنقلبهم كده في بعض كويس خالص كده في الصينية. وهشيل منهم جزء وهخلي جزء، يعني انا هعمل الصينيتين مش صينية واحدة. هاخد كده حبة منهم وهفردهم كده كويس في الصينية بتاعتي بحيث ان هم يكونوا يعني في ارضية الصينية بتاعت السمك. بعد كده بقى هنرص السمك بتاعنا كده في الصينية، وهنجيب بقى حبة خضرة كده وهنحطها جوه السمكية. مش هحطها كده في السمك كده من بره، هحط بس من جوه علشان البتاع يعني بيسود الخضرة بتسود، فمش عايزاها تبقى يعني من بره كده سودا، عايزة الخضار اكتر يبقى باين. تمام. بعد كده هكب كده باقي التتبيلة بتاعتي كده على الوش من فوق كده من وش السمكة. بعد كده بقى هزود كده شوية خضار. حابين تضيفوا خضار من فوق مفيش مشكله، مش حابين عادي. يعني انا هعمل صينيه كده وصينيه، يعني صينيه كده بالخضار من فوق وصينيه من غير خضار، يعني خضارها هيكون قليل. تمام. هنضيف برضو حبه زيت كده على الوش علشان كده يدينا لون حلو كده. وبعد كده بقى هدخلهم الفرن. دي الصينيه التانية بقى كنت خلاص جهزتها. هنلفهم بقى كده بورق فويل وهندخلهم الفرن على درجة حرارة 200. لازم الفرن بتاعك يكون سابق التسخين. هنولع من تحت في الاول بس، وبعد كده هنولع الشواية من فوق في اخر 10 دقايق كده. هتاخد معانا في الفرن من ساعة لساعة ونص كده تقريبا، والسمك بتاعنا يكون جاهز. دخلت بقى السمك بتاع الفرن وهنعمل كده حبة طحينة لزوم السمك. جبت الطحينة بتاعتي
حطيت كده شويه طحينه وحطيت عليها حبه ميه دافيه، وهنحط ملح وهنحط كمون وهنحط شطه وكمان حبه كزبره، وهنحط خل وهنحط عصير ليمونه. وبعد كده هنقلب بقى الطحينه بتاعتنا. شايفين بقى كده افتحت معانا كده من الخل والميه الدافيه اللي احنا زودناها. هنضيف بقى الميه بالتدريج كده لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. تمام كده. انا هنا كده كنت خلاص كده القوام بتاعها كده كويس بالنسبه لي. هنحط بقى الطحينه بتاعتنا في اطباقات التقديم. على بال بقى ما جهزت الاطباق وعملت الطحينه كان خلاص السمك استوى وبقى معايا زي الفل. طبعا لو انتي حاطه خضار سواء جزر او بطاطس، حاولي ان انتي تلفيهم كده بورق السلوفان كده الصواني بتاعتك علشان يستوي معاكي الخضار كويس. هنا بقى كنت بطلعهم كده في السرفيس بقى بتاع التقديم. حاولي برضو ترشي خضرة كده من تحت بيديكي طعم جميل كده للسمك اللي احنا عاملينه. هنا بقى كنت بدوق السمك بتاعي كان استوى وطعمه تحفة بجد بجد. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة دي كمان بالخضار، والخضار كان مستوي وهي كانت مستوية وحلوة خالص. ودي بقى الصينية التانية كنت بقى بطلعها كده. عايزة اقول لكم كده لو عملتوا يا سلام كده، لو عملتوا جنبها كده شوية رز صيادية في عزومة بقى هتبقى تحفة. تاكلي كده شوية رز مع شوية خضار مع سمك تحفة بجد بجد. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقة بتاعتي ويا رب تعجبكم. ولو عجبتكم بقى متنسوش تكتبوا لي في الكومنتات تحت. وكمان يعني ما بتاخدش وقت كتير ولا وقفة كتير. لو انتي مثلا مش حابة تقلي ولا تزيتي بقى المطبخ وكده هيديكي برضو نتيجة حلوة خالص. ولو عازمة برضو وحابة ان انتي تنجزي في الوقت ده مش هياخد معاكي وقت خالص. بمجرد من انك ان انتي هتتبليهم وهتحطيهم بقى من الليل، مثلا هتتبليهم من الليل وهتحطيهم بقى تاني يوم في الفرن، بس مش هياخدوا معاكي وقت خالص ولا مجهود. وهتخلصي مثلا عزومة في وقت يعني قليل وبسيط. هنا برضو كنت حطيت بقى كده السمك بتاعتي في اطباق التقديم، وكنت عاملة رز صيادية كده جنبها. وكمان كده طلعت مخلل كده لزوم بقى السمك، وكمان الطحينة القمر اللي كنا عاملينها. وبكده بقى كنا خلصنا سفرتنا وعزومتنا النهاردة. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي القديمة والجديدة. اسيبكم بقى في رعاية الله وحفظه، ومع السلامة. اشوفكم بقى في فيديوهات الجديدة اللي جاية. سلام عليكم.